العيش وراء الظل، واش هو اختيار واعي أم إجبار لا إرادي؟ في إطار العيش ديالنا في واحد المجتمع اللي كتدخل فيه العلاقات وكتنوع فيه الأدوار، كيتحتم علينا نطرحو التساؤل الوجودي على طبيعة العيش وراء ظل ناس وحدين أخرين. واش هو قرار نابع من الوعي بالمصلحة الشخصية أم نتيجة ضغوط خارجية كتفرض على الفرد الإرادة ديالو؟ هاد السؤال كيفتح لينا الباب قدام تحليل عميق للحرية الفردية، وكيخلينا نتأملوا كيفاش المجتمع والتربية والتجارب كيأثروا لينا على الاختيارات الشخصية ديالنا. يمكن كل واحد فينا كتمر عليه واحد اللحظة اللي كيتسأل فيها على الحياة ديالو وعلى كيفاش عايشها، واش وفق الرغبات والطموحات ديالو ولا لابس قناع ماشي هو اللي اختارو، قناع تفرض عليه. ولكن مور داك القناع كاين أحلام أخرى وحياة لا علاقة ليها بالحياة اللي عايشها قدام الناس. وهنا كنعرفوا بلي العيش في الظل عنده جوج وجوه. الوجه الأول واللي هو الوجه المقبول نسبيا. علاش مقبول؟ حيث كنكونوا حنا اللي اختاريناه وفق الإرادة والإدراك الواعي، يعني كيكون وفق الخطة الممنهجة من الشخص مسبقا. مثلا كتكون الظروف ما كتسمحش ليك تبان، والمصلحة المؤقتة ديالك كتكون في التخفي. هذا الموقف كيتاخدوه الناس بزاف في أغلب الأحيان في المجال العملي التنافسي، لتجنب المواجهة والصراع مع الحفاظ على المصالح. وكذلك كاين بعض الأشخاص اللي كيفضلوا يعيشوا في الظل فترة مؤقتة من أجل التعلم والتطور، ومن بعد كيختاروا الظهور القوي. وكاين أصناف أخرى اللي كيختاروا العيش في الظل خوفا من المسؤولية والتبعيات ديالها، من محاسبة ونقد. فهنا كيكون العيش في الظل قرار عقلاني وواعي بمحض الإرادة، رغم بعض الآثار الجانبية النفسية اللي كترجع على الشخص بحال الإحساس ديالو بكبت الذات وعدم الشعور بالاستحقاق. ولكن اللي صعيب ومعقد بزاف واللي كيعانيو منه شريحة كبيرة من الناس هو الوجه الثاني للعيش في الظل في النسخة ديالو الإكراهية ولا إرادية، أي أنك كتعيش مراد الظل باش تنفذ الرغبة ديال شخص آخر وترضيه، وكتضطر تلبس قناع بعيد كل البعد على حياتك انت وعلى شنو بغيتي. وهنا كتلقى راسك دخلتي في واحد الازدواجية ديال الشخصية، شخصية مقموعة ومكبوتة نتيجة الإكراه وممنوعة من الظهور للعلن، وشخصية تمثيلية حاضرة ومبينها قدام الناس، ولكنها ما كتمثلكش، كتمثل أحلام وإرادة شخص آخر أقوى منك، وكيظن أنك داكشي اللي كتستحق تكونه وداكشي اللي جاي عليك ديرو من المنظور ديالو. كيشوف باللي هو عنده الصح يختار في بلاصتك ويبني لك الأحلام ديالك. وهنا ربما وفي أغلب الأحيان كيكون هاد التصرف ديالو نابع من الحب ديالو ليك، ما كيعرفش باللي هكا كاين فيه الوجود والأحلام والطموحات ديالك. وهذا الشيء كنلقاوه بزاف في الأوساط الأسرية، ملي الأب ولا الأم كيفرض عليك دير شي حاجة اللي هما كيشوفوها صحيحة. وهذا الشيء يقدر يبدا من وحنا باقيين صغار، مني ما تبغيش تاكل شي حاجة يفرضها عليك حيت كتفيدك، ومني ما تبغيش تلبس شي حاجة غيفرضها عليك حيت في نظره جات معاك، ومني ما تبغيش تمشي لشي بلاصة غيفرضها عليك حيت هو كيشوف باللي خاصك تخرج. وهذا الإكراه كيبدا يكبر بالتوازي معاك شوية بشوية، انت كتكبر وهو كيكبر، من حاجة بسيطة لحاجة أكبر ثم أكبر. كيوصل للدراسة والاختيارات الخاصة بها، بحال مثلا مني كتبغي تقرا شي حاجة ولكن والديك كيشوفوك باللي خاصك تقرا حاجة أخرى، فكتنازل وكتنفذ الرغبة ديالهم احتراما ليهم. وكتبغي تخدم وكيختاروا ليك المجال ديال الخدمة، وكتنازل وكترضيهم. وكيجي الزواج وكيختاروا ليك الزوج أو الزوجة بالرغبة ديالهم هما، بالمواصفات اللي كيتمنوها هما، حيث هما براسهم كانوا بحالك واحد النهار وما قدروش يختاروا الاختيارات الخاصة بهم، وعاشوا من مور الظل والديهم، فكيشوفوك انت كمشروع باش تحقق لهم أحلامهم اللي ما عاشوهاش وحياتهم اللي ما قرروهاش. وكتستمر هاد القصة ديال الفرض والإكراه من أب أو أم لابن أو ابنة إلى ما لا نهاية، حتى كيجي الشخص اللي كيقرر يقول لا وكيفرض ذاته والأحلام ديالو، كيقرر يعيش حياته بالتفاصيل اللي بغاها هو، وكيرفض يلبس القناع اللي من برا كيبان ضاحك ومن الداخل ديالو كله حزن وألم. هنا الآباء ما كيقدروش يتقبلوا هاد الانتفاضة اللي كيعتبروها في وجهة نظرهم كنكران الجميل، ما كيعرفوش باللي هاد التصرف ديالهم الأناني راه كيدمر فلذات الكبد ديالهم
وكيقتل الطفولة والبراءة، وكيخلق أطفال وشباب غير أسوياء. وأكبر دليل على هادشي اللي قلت هو محبوب الجماهير والأسطورة الكبير مايكل جاكسون. رغم النجاح المبهر والشهرة الكبيرة ديالو، فراه كان كيعاني بصمت من تبعيات العيش في الظل اللي كان عايشها مع الأب ديالو جوزيف جاكسون. مايكل النجم العالمي اللي غير وجه الفن الأبد بدا حياته غير كعبد في سيرك العائلة تحت السيطرة ديال باه اللي كان موسيقار فاشل، واللي قرر يخلي ولادو يحققوا الحلم ديالو بلاصتو. وهنا بدات المعاناة ديال مايكل. مني كانت عنده 5 سنين، الأب ديالو كان كيفرض عليه تدريب قاسي للرقص والغناء تحت الضرب والشتم والإهانة لساعات طويلة اللي كانت كتستمر في بعض الأحيان طول الليل. جوزيف نسى بلي عنده طفل خاصو يعيش حياة الطفولة، بل بالعكس كان كيشوفو كمصرف آلي كيخرج منه الفلوس اللي ما كان كياخد منها مايكل حتى ريال. وكان ممنوع عليه يدير الصحاب ويلعب معاهم، لأن في نظر باه هادشي كيشتت ليه الانتباه للنجاح. كان ممنوع عليه يخسر في شي مسابقة حيت باه ما كيحملش الهزيمة وخا هو كان فاشل. مايكل بقى على هاد الحالة حتى قرر ينتفض في الوجه ديال الأنانية والاستبداد والعبودية الأب ديالو. في سن 19 سنة قرر مايكل يبعد على جوزيف ويستقل بالخدمة ديالو بوحدو. ولكن للأسف مايكل كان كيعاني من أثار القوية ديال الظل اللي عاش فيه. ما قدرش يبني عائلة مستقرة حيث كان كيشوف راسو ما يقدرش يكون أب محب، بالإضافة للمعاناة ديالو من القلق والاكتئاب وازدواجية الشخصية اللي كانت سبب في إجراء المجموعة من عمليات التجميلية. مايكل رغم النجومية والعالمية كان كيعيش في الألم والخوف لدرجة أن الصديق ديالو المقرب الممثل ماكولي كوكلي قال عليه أنه كان كيخاف من صوت الخطوات الأب ديالو حتى بعد 30 سنة. وأضاف: هذه ليست حياة طفل. وحتى هو براسو في العديد من اللقاءات كان كيصرح بالخوف اللي عاشه. وحتى الأخت الكبرى ديال مايكل جاكسون قالت: أبي صنع منا نجوما لكنه سرق طفولتنا. مايكل دفع الثمن الأكبر. شحال من مايكل كاين في كل دار في هذا العالم، شحال من طفل كيعاني في صمت، شحال من موظف خدام في مجال اللي ما بغاش غير مفروض عليه، شحال من زوج أو زوجة كيعانيو من شركاء حياة ماشي هما اللي اختاروهم حيث تفرضوا عليهم، شحال من واحد عايش في الجحيم غير باش يرضي طرف آخر حيث كيحترمه وكيبغيه وحتى كيخاف منه، في الوقت اللي الأشخاص المقربين خاصهم يكونوا اليد الحنينة اللي كتشد بالأيادي البريئة وتعلمها تختار لراسها وتحقق أحلامها وطموحاتها. كتكون هي داك الظل الطويل اللي كيهز الصوت ويجلدها بلا رحمة من أجل البروز في الواجهة وتلقي الفضل والثناء. وداك الشي علاش الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر كان محق تماما فاش قال: الجحيم هم الآخرون، واللي كان كيقصد بها النظرة ديال الآخرين ليك وكيفاش كيشوفوك وكيفاش باغيين يشوفوك، ويقدر يفرضوا عليك أدوار اللي تقدر انت تكون كتكرهها. وداك الشي علاش ما خاصناش نستسلموا ونرضاو بأدوار ما كتناسبش شنو حنا بغينا. انتفاضة ورفض الظل راه ماشي ديما عقوق أو نكران للجميل، راها تحرر للنفس البريئة اللي عايشة فينا لداخل واللي غتعيش غير مرة واحدة في هذه الحياة، فمن حقها تعيش أحلامها بلا إكراه. مني كنقولوا لا لواحد الحاجة اللي حاسين بها شوكة في طريق السعادة ديالنا، هذه ماشي شي حاجة اللي خايبة، لا في هذه الحالة كتولي بحال ديك الشمعة اللي كتضوي طريقنا. غير خاصنا نمتلكوا الشجاعة ونقولوها بأعلى صوتنا بلا خوف، ونخرجوا من الازدواجية بكل ثقة، نخرجوا من الظل اللي كيغطي علينا الرؤية الحقيقية والواضحة، ونقولوا نعم لأحلامنا. وأبرز مثال على هذه الانتفاضة الصحية اللي كيحتاجها كل واحد عايش تحت ضغط الظل المتسلط هو أمير بريطانيا هاري ابن الأميرة ديانا، واللي كان كيعيش ضغوط نفسية صعيبة اللي كانت كتفرضها بروتوكولات القصر الملكي. وكتحرر من الظل قرر يتزوج بالمرأة اللي بغاها، الممثلة الأمريكية ميغان ميركل، واللي ما كانتش فيها المواصفات اللي كيبغيها القصر الملكي، اللي كان كيفرض كشرط للزواج انتساب للعرق النقي الإنجليزي. وميغان كانت من عرق أمريكي مختلط، هادشي اللي خلى العائلة الملكية ترفض هاد الزواج. وهنا الأمير هاري ما بقاش ساكت وما استسلمش للأحكام والاختيارات ديال الناس اللي دايرين به، بالعكس تشبت بالقرار ديالو وأعلن الاستقالة من الواجبات الملكية في 2020 وهاجر لكندا ومن بعد أمريكا، وبدأ حياته بشكل مستقل حفاظا على السعادة ديالو وحماية الأطفال ديالو من الضغوطات اللي عاشها هو في القصر.
هاري يمتلك الشجاعة اللي خاص كل واحد فينا يمتلكها، قاوم المغريات الملكية وتشبت بالسعادة ديالو، حيث في نظره السعادة والعيش بلا ازدواجية أكثر أهمية من حياة القصور المزيفة. نعيش حياتنا بأحلامنا حنا، ومنين يجي دورنا باش نتحملوا المسؤولية في احتضان طفولة بريئة جديدة نشدو بيديها ونكونوا لها أحسن سند. ما نقبلوش بالظل وما نخليوش راسنا نكونوا حتى حنا ظل، سواء كنا فاشلين أو ناجحين. كيف ما عشنا حياتنا نخليو القراب منا يعيشوا حياتهم بلا ضغوطات، بلا ما نلبسوهم قناع ماشي ديالهم. ما نحكموش عليهم بالألم باش نفرحوا حنا ونرضيو الأنانية ديالنا. كل واحد في هذه الحياة كيستحق فرصة يثبت ذاته، يكون هو نفسه، ماشي شخص مضطرب كيعيش جوجوه. الوجه الخارجي ضحك والداخلي حزين ومتألم. كونوا نتوما، تحرروا من الظل وخليوا البصمة ديالكم الحقيقية في الحياة قبل ما يفوت الفوت. الحياة كنعيشوها مرة واحدة، إذا نعيشوها كيف بغيتوا نتوما وبكل حرية. كما قال الفيلسوف جون بول سارتر: الإنسان محكوم عليه أن يكون حرا، إذا فلنكن أحرارا.